السلام عليكم، واش اخباركم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الظروف يا ربي. في هذا الفيديو غنحضر معكم البغرير بطريقه سهله وناجحه 100%. مستحيل شي واحد يكون ما كيصدقش ليها البغرير وتجرب هذه الطريقه كيف ما درتها وما ينجحش معها تحضير البغرير. بسم الله. تحضير البغرير هنا غادي نحتاجوا 3 الكيسان. خديت اناء وضعت فيه 3 الكيسان عنبه ديال سميده رقيقه، اختاروا سميده من نوع جيد. وكناخذ كاس عنبه كندير نص فورس دقيق ابيض دقيق الحلويات ونص فينو، يعني كاس عامر كندير نصو فينو ونصو فورس دقيق ابيض صافي. وكناخذ 5 الكيسان عنبه ديال الماء دافئ، وهنا عندي معلقه صغيره ديال خميره العجين ونص ملعقه صغيره ديال الملح او اكثر على حسب الذوق، وجوج اكياس خميره الحلويات. وبالنسبه اللي ما كيتناولش الملح راه يقدر يديروا هكذا بدون ملح، يستعملوا مسوس صافي. وخميره العجين هي كديروا معلقه صغيره صافي، معلقه صغيره كافيه، سواء كان الحال بارد او سخون معلقه صغيره هي هذيك صافي. كنمزج هادشي كله في الاناء ديالنا مع الماء، كنخلطو هكا بواحد الملعقه صافي. وهذيك بالنسبه للاكياس ديال خميره الحلويات كنخليهم على جنب، هادوك غادي نخليهم هما الاخرين صافي. كنخلطو هكذا مزيان حتى كتندمج هاد العناصر مع بعضياتها. ضروري ديروا هاد الطريقه هادي صافي. وهنا كناخذ الخلاط الكهربائي وكنوضع فيه هاد الخليط صافي. وغادي نطحنوه مزيان، طحنوه مزيان مزيان حتى كيبان لكم تقريبا كيدير بحال الفقاعات. كطحنوا الطحنه الاولى مزيان، والماء اللي كتستعملوه ما يكونش سخون لانه غادي يخسر لكم الخليط، يكون غير دافي شويه صافي. هنا بعد ما طحنت الخليط ديال البغرير مزيان غادي نوضع 2 اكياس ديال خميره الحلويات وغنعاود نطحنو مزيان كنطحنو مزيان حتى كيبانوا ليا بحال الفقاعات هكا الفوق صافي. وعاد كنوقف من الخلط صافي. ها هو كيكون بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نصبو هكذا في واحد الاناء وغادي نغطيوه ونخليه واحد شويه ديال الوقت يخمر. ما تخليوش يخمر بزاف، غير شي شويه 10 دقائق هكذاك ولا 12 دقيقه بحال هكذا، ما يخمرش اكثر من القياس باش ما يخسرش صافي. كناخذ مقلاة غير لاصقه. انا بالنسبه ليا المقلاة ديال البغرير ما كنستعمل فيها حتى شي حاجه اخرى، كنخليها غير البغرير بوحدو صافي. كنوضع المقلاة فوق النار حتى كتسخن وصافي. هكا نضيف كميه من الخليط كيف ما شفتوا. كنحاول هكا شي شويه نسرحها بالمقلاة، هكا كنحرك المقلاة كتسرح شويه. انا غنوريكم في البغريره الثانيه صافي. ولا تبارك الله شفتوا كيف كيجي خفيف وكله كيتقب. يمكن البغريره الاولى كتجي بعد المرات تقدر تصدق الاولى، كتقدر شي شويه ما كتصدقش زوينه بزاف اول وحده، ولكن صافي من بعد كله تبارك الله كيصدق زوين. انا خليتها هكا ما سرعتش اللقطه حتى كتشوفوا. ها هي هذه طابت وجدات صافي. وما كنحتاجش لا نبرد المقلاة ولا حتى شي حاجه صافي. كنزول وحده اللي طابت وكنعاود ندير هكا مغرفه اخرى من الخليط. بالنسبه للحجم نتوما كديروه الحجم اللي بغيتو. انا كيف ما وريتكم هكا كنحرك المقلاة باش شويه هذاك العجين يتوزع وما تجيش غليظه بزاف. الحجم كديروا على حسب اللي بغيتو، صغيورين ولا كبار متوسطين على حسب اللي عجبكم صافي. ها هو هنا واضح ما شاء الله راه الطريقه ناجحه وكيتقب مزيان وكيجي خفيف. كيف ما قلت لكم الخميره ما تخليوش يخمر اكثر من القياس، الا خمر اكثر من القياس ما غاديش يصدق ليكم
صافي غنستمر هكذا حتى كنكمل، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنقدمو هكذا مع زبيده وعسيله دايبه وعلى حسب الرغبه ديالكم. كنتمنى تعجبكم الوصفه. الا عجبتكم ما تنساونيش من الدعم ديالكم، اللي لايك والاشتراك في القناه وبارطاجيو القناه فضلا وليس امرا. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.